عيوبه فيا. بشوفها كتير قوي 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 في الفترة دي. حد يخاصم حد، يبدأ يقول على عيوب مش موجودة في الشخص اللي هو خصمه ده. صديق يخاصم صديقه او يخاصم صديقه، يفضل يقول لي بقيت اصحابهم على عيوب مش موجودة في الشخص ده. ده فيه وفيه وفيه وفيه، ده كذاب، ده ويكون العيوب دي كلها فيه هو، في اللي بيقول الكلام ده. نظام يعني قلب الترابيزة. يعني ايه؟ مثلا واحد يطلق مراته، هي كانت ست كويسة وطيبة وبنت أصول، يبدأ بقى ايه؟ يقول لا ده كان فيها، دي كدابة، دي عملت، دي سوت، وهي ما تكونش عملت كل ده، بس هو عايز يستعطف اللي قدامه ويحسسهم ان هو كويس، فبيقلب الموضوع وبيقلب الترابيزة ويفضل يقول عليها كلام مش كويس. عايزة اقولك ان انت كده اللي هتبان في عيون الناس انك قليل الاصل وناكر للجميل، او على الاقل دي كانت مراتك في يوم من الايام، فهيبصوا لك بصه دنيه، يشوفوك صغير. مراته برضو مثلا لو واحد مطلق، واحده اتطلقت من جوزها ويجوا يسالوها عن جوزها، فتفضل تقول في عيوب وحاجات مش موجوده فيه، لمجرد بس ان هم يقولوا لها ليه كده، ليه سبتوا بعض، او ليه مثلا ده كان انسان كويس، فتبدا تبين عيوبه وسيئاته وحاجات مش كويسه. تحس ان الدنيا كده بقت كده، كل واحد يعني، انت مثلا عايز تستعطف ناس حواليك، ما ينفعش تطلع عيوب حد ناجح فنشوف اللي حواليه ونفضل نقول لهم لا ناجح ايه، ده فاشل وفيه وفيه وفيه، ده كذاب، ده بيوري كده للناس، هو من جوه مش كويس، هو تصرفاته مش كويسة، هو. ليه كده بننكر العشرة؟ ليه بنستخسر نقول حاجة حلوة حتى لو الوضع بينك وبين الشخص ده أو بينك وبين الشخص ده انتهى؟ لازم ينتهي بشياكة، ينتهي بأصلك، ينتهي بأصلك، انك انت تبقى طيب. هو كان معايا كويس، هو كان معايا طيب، هو كانت عشرتنا حلوة، بس كل واحد راح لحاله وما نجيبش سيرة بعض. لكن دلوقتي البجاحة، مش عايزه اقول الفاظ تانية عشان بس ما حدش يحس ان انا قللت الادب. البجاحه ان البني ادم يبقى فيه عيوب الدنيا، وبني ادم مزبله التاريخ، ويجي على واحد اصله طيب وانسان محترم واخلاقه كويسه، ويقول لك لا 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 لا، لما تيجي الناس بس تتكله كده عليه وتقول له ليه، يقول لك لا ده فيه وفيه 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 وفيه. يا ابني انت كده قليل الحيلة، الناس هتشوفك قليل الحيلة، او يا بنتي الناس هتشوفك قليلة الحيلة. انت مش قادرة تبقي زي فلان ده، او انت مش قادر تبقى زي فلان ده، فعشان كده بتعمل كده وبتقول عيوب مش موجودة فيه. بس اللي انت ما تعرفوش ان الناس بتتعامل مع الشخص ده فيما بعد وبيكتشفوا انك كذاب حتى لو صدقوك دلوقتي. فبلاش نستعطف اللي حوالينا بان احنا نجيب عيوب في ناس هي ما اذنبتش في حقنا في حاجة، هي بس سابتنا. ما ينفعش ان احنا نغلط فيهم، ما ينفعش ان احنا نقول عليهم حاجات هي مش فيهم واحنا متأكدين ان هي مش فيهم. يا ريت نرجع لاصلنا الطيب ونرجع لاخلاقنا الجميلة. انا هفضل كل فيديوهاتي اقول كده، يا جماعة احنا ناس طيبين بطبعنا كشعب مصري اصيل، المفروض ان احنا نكون كويسين، عندنا الشهامة والاخلاق والحب والود. خلاص مشينا بعيد عن بعض، يبقى نقول كل خير على بعض، واللي عشناه احنا مع بعض احنا بس اللي اتحملناه، واحنا بس اللي شفناه مع بعض، محدش دخل. فبلاش نفضل نقول عيوب مش في الناس عشان نحسس اللي قدامنا ان احنا يا عيني ملايكة، وان احنا يا عيني اتضحك علينا، وان احنا يا عيني جرالنا. ما هو انت ما كنتش ملاك في العلاقة يعني. هو مش الشخص اللي قدامك مش هو بقى اللي سواء صديق او زوج او زوجة او اي حد، انت مش ملاك. مفيش حد ملاك في الزمن ده، زي ما انت غلطت هو هيغلط. بس ما اروحش اقول عيوب مش في الشخص ده، محدش هيصدقك، لانه زي ما الناس اتعاملت معاك عارفينك، وزي ما الناس اتعاملوا معاه عارفينه، عارفين عيوبك وعارفين عيوبه. اذا كانوا بيطبطبوا عليك وبيقولوا لك معلش عشان هم عايزين منك حاجة، عشان هم ليهم عندك مصلحة، عشان بس مثلا ياخدوا منك اللي هم عايزين ياخدوه، لكن في الاخر بعد ما يمشوا من قدامك هيقولوا شوفوا الضلالي قليل الاصل، بعد ما سابوا عامل. يعني الناس مش غبية. الغبي هو اللي يفتكر كل اللي حواليه اغبياء وهو الوحيد اللي ذكي.
لان مفيش حد ذكي في المطلق، ومفيش حد غبي في المطلق، ومفيش حد وحش في المطلق، ومفيش حد حلو في المطلق. اكيد انت عندك عيوب ناس مش قابلاها، واكيد هو عنده عيوب ناس مش قابلاها، واكيد هو عنده مميزات، واكيد انت عندك مميزات. فانت مش هتعلى لما تقول عيوب على حد تاني، او هتاخد ميزاته. مستحيل. محدش بياخد ميزات حد، كل واحد ميزاته بتبقى في طبعه، في شخصيته، وعيوبه بتبقى في شخصيته. فالناس يا بتقبلك على بعضك زي ما انت بعيوبك، يا بترفضك على بعضك بمميزاتك وعيوبك وترميك في الزبالة. فحرام حرام ان احنا نروح نفضل نقول عيوب على حد هي مش موجودة فيه، لمجرد ان احنا خلاص بعدنا عن بعض وما بقيناش مع بعض. ويا رب يا رب اكون وصلت مغزى الفيديو. باي.